يشرفني أن ينضم إلينا مجموعة من الأساتذة والنخبة من 100 دول. معرفش كان بيقصد مين بالمية. المية الأخرى. المية الأخرى النخبة السياسية في مصر. سعادة الأستاذ الدكتور سعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية. اهلا بيك. اهلا وسهلا. هي السعيد ولا السعيد؟ السعيد كامل. بس انا لست طبيبا يعني استاذ. السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية. الدكتور أحمد ربيع عضو مجلس شورى جماعة الإخوان بالجيزة سابقا. أهلا وسهلا يا دكتور. دكتور ونين. دكتور البرادعي عمرو موسى. دكتور البرادعي. لا جرى استبعاد عمرو موسى عدى. استبعاد الدكتور البرادعي. دكتور البرادعي قول لنا اسامي. زويل مستبعد، فاروق الباز مستبعد، نور فرحات مستبعد، ويحيى الجمل مستبعد. ايوه. لا انا دلوقتي هقول لكم مين المستبعدين، لانه الحقيقه حاجه غريبه جدا يعني. اهو يعني دي ورقه المستبعدين. ازاي ده؟ انا هتجنن، هيجي لي يعني. هي كل مره يعني تهاني الجبال يعني كل مره يستبعدوا الناس. دكتور سعد ابرز المستبعدين البرادعي وصباحي. طب على الاقل كانوا جابوا مرشحين الرئاسه. ما في عمرو موسى خلاص، وزويل وفخري عبد النور وجورج اسحاق وحسام عيسى ودكتور حازم الببلاوي، المستشار يحيى الجمل، الدكتور ابراهيم حجازي، وائل غنيم، احمد حراره، عين في موقعة الجمل وعين في محمد محمود. حسبي الله ونعم. ونوع الزيني. القائمة طويلة، فيها أيضا الدكتور ثروت بدوي، الدكتور أحمد كمال أبو المجد. الفقهاء الدستوريين القانونيين دول فين؟ عبد المنعم الشحاتة القيادي بحزب النور، الدكتور عبد الحميد أباظة، محمد سلماوي، جورجيت قليني، عمرو حمزاوي، علاء الأسواني، حسين عبد الرازق، المستشار محمد فؤاد جاب الله، محمود عزب مستشار شيخ الأزهر. جه؟ نائب رئيس مجلس الدولة. الشيخ محمود عزب مستشار شيخ الازهر، سامح سيف اليزا الخبير الامني، الدكتوره نهاد ابو القمصان، الدكتوره ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمراه، الدكتور حسن نفع. قلبي هيقف يا جماعه. دكتور محمد مستشار رجاء عطيه، الفنان نور الشريف، الدكتور عمرو الشبكي، عمرو هاشم ربيع، الدكتور زغلول النجار. اتفضلوا استلموا. رجعنا نقطة صفر. والدكتور محمد غنيم هيحصل ايه؟ دكتور محمد غنيم، الدكتور محمد ابو الغار. انا اول اسماء قلتها. اتفضل يا دكتور. الموقف ايه بقى؟ انتوا انسحبتوا؟ لا هو ليس انسحاب يعني، عشان بس احنا معلش يعني سامحيني، انا عاوز نخاطب الراي العام وبرنامج حضرتك يعني له نسبه مشاهده عاليه. هو ليس انسحاب ولكنه تنازل عن هذه المقاعد لفئات احق بها، لانه في الحقيقه احنا عايزين نحسس الشارع بشكل عام انه النخبه او الاحزاب السياسيه حريصه على مصلحه الوطن، وحمله التشويه اللي بنتعرض ليها من فتره طويله قوي عاوزينها تتغير نوعا ما عند المشاهد او عند الجمهور بشكل عام. نحن لا نقبل أن نكون جزء من تمثيلية أو ديكور أو محلل لشيء ما، لأنه في إصرار أن يغلب الطابع الحزبي على تشكيل الجمعيات التأثير الدستور. والدستور ليس محل التنافس في البرامج الحزبية. البرامج الحزبية المكان الطبيعي ليها في البرلمان. حضرتك في البرلمان شرع زي ما انت عاوز ما يخدم المشروع بتاعك أو يخدم الأهداف بتاعتك، لكن الدستور ده عقد اجتماعي للأمة كلها. ما رأيناه هو حرص ويعني إصرار على ضرورة الاستحواذ على الأغلبية المطلقة التي تمكنهم من تمرير أي شيء. هو الأصل إيه؟ الأصل أن يكون ليك عضو في الجمعية التأسيسية يطرح ما عندك من أفكار، ولا أن يكون ليك غلبة تمرر ما تشاء. هي دي النقطة اللي قلقانة بشكل حقيقي. احنا اتفقنا في المجلس العسكري بوضوح أن يكون هناك 50% و50%، ودي حسمت بعد ما تنازل حزب البناء والتنمية عن العضوين الخاصين بيه. لكن لما جينا في أرض الواقع زي ما بنقول دايما الشيطان يكمن في التفاصيل. لما جينا نشوف الكلام ده على أرض الواقع ونتكلم عن الأسماء، وجدنا أنه شايلنا تقريبا كل مؤسسات الدولة. طيب أنت تحمل الأزهر على التيار المدني أو التيار الليبرالي أو التيار الديمقراطي ليه؟ حزب الوسط.
وحزب الوسط، حزب البناء والتنميه، ممثلي وزاره الدفاع، وزاره الدفاع مثلا، او المجلس العسكري، او وزاره العدل، او غيره، يعني بتحملهم ليه للتيار المدني؟ في النهايه لقينا الحصه بتاعتنا نزلت ل 28، يعني 18 مؤسسات الدوله والازهر والكنيسه، بالاضافه الى 4 من حزب الوسط 2 وحزب البناء والتنميه 2. عمرو ممكن تنزلها لنا على الشاشه؟ بقوا دلوقتي 22، وبالتالي احنا قدامنا 28 مقعد مطلوب ان احنا نرضي المرأة والأقباط وعدد من النقابات والشباب والأحزاب يعني فلقينا نفسنا في حرج، بالإضافة إلى أصبح لدى التيار الإسلامي الأغلبية التي تمكنهم من تمرير ما يشاء، وبالتالي كل اللي احنا هنجيبه من 28 هيبقوا مجرد ديكور او محلل، يعني محلل زي ما بنقول، او عشان الصوره تطلع حلوه، وبالتالي احنا نقبل على نفسنا ذلك. لذلك بنقول بوضوح انه ليس انسحابا ولا تعطيلا، ولن نلجا للقضاء ابدا، نتمنى لهم التوفيق، لكن الامانه تستدعي ان احنا نقول للراي العام بشكل واضح ان هذه الجمعيه تعبر عن وجهه نظر الاخوان المسلمين، ولا تعبر عن كل اطياف الشعب المصري. ان خرج الدستور معبرا عن كل اطياف الشعب المصري فهو انجاز يحسب للاخوان المسلمين، نحن لسنا طرف فيه، هو انجاز يحسب للاخوان المسلمين، وان كان غير ذلك فتتحمل تبعاته الاخوان المسلمين امام الراي العام وامام المجتمع الدولي وامام التاريخ. أما نحن لن نشارك في ذلك، وسنشكل لجنة، لن نعطل أبدا ولن نصعد كما قال الإعلام، ولكن سنشكل لجنة نطرح فيها رأينا ونبعثه إلى الجماعة التاسعة. احنا عايزينها تشتغل وتنجح وهم يتحملوا في النهاية المسؤولية. يعني مش هتقدموا طعون ولا أي شيء؟ لا أبدا 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 مطلقا، لكن في ممكن غيرنا يقدم، لأنه استسلام. لا هو مش استسلام، احنا بنقول الكلام ده بنهاية الرأي العام، بس عايز أقول لحضرتك حاجة، مجالات الطعن كتير جدا. أول حاجة مثلا أنا الجمعية التأسيسية الأولى تم إلغائها لأن في أعضاء من البرلمان موجودين فيها. نفس الموضوع موجود في جماعة التأسيس الثانية، وبالتالي أي حد يطعن، وأعتقد إن في حد قدم طعن النهارده بالفعل يعني. أي حد يطعن نفس السبب موجود، ما زال البرلمانيين جزء من الجمعية التأسيسية للدستور، وبالتالي الطعن عليها موضوع سهل. أي يعني الحقيقة أنا قريت الأسامي دي كلها عشان لو طلعت النتيجة مطابقة للورقة الدورة دي يا أستاذ شبانة تعملي مقام بس وطالب بمقام. أنا الشيخ يوسف البدري الشيخ شبانة. بس أنا عايزة أقول إنه افتكر بعد ما قريت الاسامي مستحيل بقى يطلعوهم هم. والله المره اللي فاتت اعلنا وطلعوهم مره دلوقتي ده خلاص، ده خلصوا يعني. لا برضه انه الاخطر يا دكتور من موضوع الفلوس هو استخدام الدين. يعني الفلوس دي اصلا ممكن يضحكوا عليه. الشعب المصري صحيح شعب يعني ظروفه الماديه صعبه، وبيحاول باي وسيله انه يعني يرضي اولاده او يرضي نفسه او يكفي بيته، لكن في النهايه في ضمير عنده، في النهايه عنده وعي وفاهم، حتى يعني احيانا بيبقى رايح لذلك معظمهم ورا الستاره احيانا بياخد فلوسه وبيعمل حاجه ثانيه. بس هي صدفه ان الشريط ده اللي احنا لقيناه يعني اللي فيه استخدام للدين، لكن يا جماعه لو كان المرشح الثاني عندكم اي شرايط تثبت اي وقائع من فضلكم هاتوها لنا زي ما عثرنا على ده. وفي ناس كتير فعلا يعني غلابه وبسطاء بينساقوا وراء الدين اكثر من حاجتهم للمال، زي كلمه زي اللي حضرتك تفضلت بيها من شويه، انا ده مرشح الله او حاجه من هذا القبيل. ايوه ده في الحقيقه ده المرشد السابق بتخيل دكتور مهدي عاكف قال الدكتور مرسي مرشح الله. بالظبط. يمكن الخطاب ده يعني خسر الاخوان اكثر ما كسبهم، لو ان هم ركزوا على البرامج وركزوا على الخطاب التوافقي للمجتمع المصري وطمنوا الشعب المصري ان احنا لو وصلنا هيبقى فيه، لكن الخطاب اللي فيه استعلاء وفيه نوع من الاستقواء هو ده في الحقيقه خسرهم كتير، ويمكن جزء من انهيار شعبيتهم في الانتخابات الرئاسيه مقارنه بالانتخابات البرلمانيه هو الخطاب السياسي. لكن عاوز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا يعني استدراكا للزملاء قالوه بخصوص تشكيل الجماعات التاسيسيه للدستور على هذا الاساس، هو طبعا بالتاكيد ليس اساسا علميا. وانا شخصيا كنت قاعد في الاجتماع الاخير في وزاره الدفاع وهم بيتكلموا، سياده المشير موجود وفريق سامع عنان وعدد من اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحه، واحنا بنتكلم انه 50% اسلامي و50 غير اسلامي. انا في الحقيقه يعني اصبت بقشعريره واصبت يعني حزن ان مصر وصل حالها للنقطه دي. وفعلا طلبت الكلمه ووجهت كلامي للمشير طنطاوي بشكل مباشر، قلت له حضرتك تسلمت مصر من ميدان التحرير على قلب رجل واحد.
لا فرق بين مسلم ومسيحي، لا فرق بين رجل وامرأة، لا فرق بين ليبرالي أو إسلامي. الكل كان المسلم بيصلي والمسيحي بيحرسه، والمسيحي بيقيم القداس بتاعه والمسلم بيحرسه. كان في نوع من الألفة، والشباب ده خلص يعني الثورة يعني انتهت في 11 فبراير وسقط النظام، والشباب ده ما روحش بيته، قاعد ينظف في الشوارع وينظف في الميادين ويدهن في الأعمدة ويرمم وهكذا. الروح الموجودة اللي عند الشباب دي لو تم استدراكها والبناء عليها كان ممكن تبقى حاجة كبيرة جدا. لذلك أنا طالبت يومها إنه اللي بيحصل ده تدمير لمصر، وإن حضرتك تسلمت مصر هكذا من ميدان التحرير، وتريد الآن أن تسلمها ممزقة، وتسلمها نصفها إسلامي ونصفها غير إسلامي، وتريد أن تسلم تضع دستور لمصر على هذا الأساس. ولا يمكن لدولة ديمقراطية محترمة حديثة أن تقوم على هذا الأساس. إن لم تكن تقوم على الكفاءة والعلم فلا وجود لها بين الدول المحترمة على مستوى العالم. حتى قلت له يعني أنا اقتراحي، قال لك طب اقتراحك إيه؟ قلت له اقتراحي إنه إحنا نوقف المهزلة في الحقيقة اللي بتحصل دي من وجهة نظري، ولا يصح أبدا أن يوضع دستور في ظل هذه الأجواء، لأنه دستور يسيطر عليه تيار واحد. التيار ده خد 70% ولا أكتر في الانتخابات البرلمانية، بعد أقل من 4 شهور أخذ 25%، وبالتالي هذه الأغلبية تتغير. فتأكد تماما أنه بعد البرلمان ده ما تنتهي مدته بأي شكل من الأشكال ويجي برلمان تاني، الأغلبية اللي هتيجي ممكن تعمل دستور تاني، وبالتالي هيبقى الدستور عامل زي اللائحة، عمالين نغيره كل ما نروح وكل ما نيجي. بالظبط. فقلت له والله العظيم دي فعلا كلمة صح. الدستور المصري شيخة في يعني احنا في عجبنا مصطلح عشوائية سياسية سيادة النائب قال عليه. لا لذلك أنا طرحت عليه قلت له أنا رأيي ان احنا نوقف هذه المهزلة، ولا يصح أن نضع دستور في ظل هذه الأجواء، وأن نلجأ إلى دستور 71 بعد التعديلات اللي تمت عليه، ولو في تعديلات أخرى نقدر نشكل لجنة ونعدلها، ويستمر هذا الدستور مثلا لمدة 4 سنوات، لأنه من حق القوى الثورية اللي قامت هذه الثورة لم يكن بها الإخوان ولم يكن بها التيار السلفي، صحيح كله شارك فيها، لكن في النهاية الشرارة الأولى لم يكن التيار الإسلامي، وبالتالي هذه القوى السياسية اللي شاركت في الثورة ولم تجد لها موطئ قدم، ربما بسبب انشغالها بالاستكمال الثورة أو لأسباب أخرى، نفسها ما خدتش وقت. بالزبط. يعني زي ما حضرتك قلت في تنظيم بقاله 80 سنة وفي ناس منظمة وموجودين، لكن أنتم على الأرض لسه. بالظبط. فقلت له نرجع لدستور 71 ونمشي عليه لفترة طويلة. في الحقيقة ما قلت كده تدخل الأخ حسين إبراهيم زعيم الأغلبية في البرلمان وقال ورفض تماما كل ما ذكرته. لذلك أنا طالبت بدستور 71 أو إعلان دستوري بأسماء حتى ننهي هذا الأمر. يعني إذا كنا نريد أن نضع دستورا يعبر عن الشعب المصري لا يؤدي إلى مزيد من الانقسام، لأنه إحنا الهدف إيه؟ الثورة كان هدف إنها تحقق أهداف وتحسن أوضاع الناس. طيب إذا كانت استفتاء تعديلات دستورية لم يحقق استقرار، والبرلمان لم يحقق استقرار، وبالتأكيد الانتخابات الرئاسية من مؤشراتها لن تؤدي إلى استقرار، والدستور بهذا الشكل لا يؤدي استقرار، يبقى إيه قيمة الثورة؟ أيوة. يبقى إيه فائدة الثورة إن لم تحقق هذا الاستقرار للناس؟ فاعترض علي بشدة حسين إبراهيم وقال انه لا يجوز ان نعود الى دستور 71 ولن نقبل ان يصدر المجلس الاعلى اعلانا دستوريا، وليس من صلاحياته ان يصدر اعلانا دستوريا، وهذا قد يؤدي الى اندلاع مظاهرات واحتجاجات في الشارع واسعه تنال من هيبه الدوله. وهذا الكلام في الحقيقه تدخل اللواء ممدوح شاهين وحط حدود مهمه جدا وفجر مفاجاه في الحقيقه لينا. قال ان لا، العوده لدستور 71 جائز جدا، وقد تكرر من قبل بعد ثوره 52 تم عودة الدستور 23 اللي سقط لم يعلق، دستورنا لم يسقط، ولكنه علق العمل به، فقد عاد دستور 23 واشتغلوا به عدة سنوات حتى وضعوا دستور 54. عاوز اقول نقطة تانية، مفاجأة تانية، قال انت بتقول ان المجلس الاعلى ليس من حقه ان يصدر اعلانا دستوريا. عندي خطاب رسمي من البرلمان موقع من رئيس البرلمان بيطالب فيه المجلس الاعلى للقوات المسلحة أن يعدل مادة 28. إزاي أنت كبرلمان بتقول أن ليس من حق المجلس الأعلى أن يصدر إعلانا دستوريا أو يعدل إعلانا دستوريا، وأنت بعت لي جواب رسمي بتقول لي من فضلك عدل المادة 28. فهذا إقرار بأننا من حقي. بقول لك عليها ده عند حضرتك امبارح الصبح. حضرتك تشرح لنا ده بالتفصيل. يعني ده عند أول امبارح الصبح رئيس البرلمان في مؤتمر صحفي الصبح وقال إنه ليس من حق المجلس أن يصدر إعلانا دستوريا. أما الخطاب ده إيه؟
لذلك انا كنت قاعد امبارح وانتوا بتناقشوا في القانون وشايف ليه الصياغه. يعني احنا يعني انا في الحقيقه ترحمت يعني او على فتحي سرور وهو كان قاعد يعني كان استاذ في اللغه. لا ترحم بقى على المحجوب. لا خدت بالك انه رئيس البرلمان منتظر حد يعدل له مختلفين، تبدا بحرف جر ولا تبدا بفاعل ولا تبدا بفعل الجمله ولا يجوز، ودي جمع تكثير يجب ان ياتي بعده ما اعرفش ايه، ومختلفين. يعني تخيل صياغه اللغه العربيه في البرلمان مختلفين عليها، ورئيس البرلمان لا يستطيع ان يحسم لا امر قانوني ولا امر سياسي ولا امر لغوي. يعني دي حاجه في الحقيقه انا كنت قاعد بس ده برلمان مصر، يعني حاجه فعلا مخزيه. لا هو يجوز ان يستعين بخبره اللغه. نوريكم بس الكاميرا صورت ايه عشان تخلوا بالكم من الكاميرات والاقلام. ودي كمان يا جماعه اهو قاعد الكمبيوتر زي ما كان، هتشوفوه ازاي؟ بس خلاص هتشوفوا من الكاميرا اهو. طيب ندوس بقى في انا بعمل ايه؟ سبيس اهو. مفيش حاجه راح. ما صورتش الكاميرا ولا ايه؟ لا ظهر. تعالى يا محمود انا اصلي خايبه في الحاجات دي. لاحظوا دي كمان يا جماعه. دي كاميرا برضه. دي احراز ولا ايه؟ دي احراز. بتجيبوا حاجات غريبه. لا والله دي كاميرا عشان تخلوا بالكم. ما هو برضه الستات ممكن تمسكها لجوازها يعني. هتصور ايه يا زعلان؟ احنا في انتخابات لازم نخلي بالك. اهو كل الحاجات دي اهو سامع. ده مقرر في كل القوانين. فلما اقول انه انا بقى كنت محتسه بالقلم مش خبيره. بتسجلي يا دكتوره؟ كنت بسجل لك. سجلي يا دكتوره. يبقى 5 دقايق. ده كلامك ولا ايه؟ طب احنا عايزين نسمع راي بعد ما حضرتك تخلص. اتفضل. طبعا ده احنا امام المرجعيه. لما نتكلم بقى نبقى نسوق امامه مقدمات عشان نستمع في الاخر الى مساله كفايه. انا بقدم بلاغ ضد الدكتوره. بتسجلي لي؟ ما على كده بتسجلي. انت كنت بتقول الكلام ده يعني لاننا الحقيقه احنا في ده ممكن يحصل جوه اللجان الانتخابيه، ممكن يحصل في اماكن كتيره. فاحنا داخلين على الانتخابات لازم نخلي بالنا كويس قوي. القضاة يخلوا بالهم من هذه الاجهزه. لا هم القضاة يخافوا من ايه يعني؟ ايوه يعني ده خطر على الامن القومي يا فندم. يعني ده كلام خطر على الامن القومي والله العظيم. هنرجع لك يا فندم ممكن يا دكتور بعد الفصل. مش انت صبور جدا معانا. انا في انتظارك. انا في انتظارك مليت افتكرتها. لا مش عايز اقول مليت. نرجع لكم بعد الفاصل ونواصل. انا هستاذن منك دي والله. بس انا عايز اسال سؤال محدد. يعني هل يوجد نموذج في اي مكان في العالم متفق عليه ان هذا يمثل النموذج الاسلامي؟ يعني وهل هناك توافق بين التيارات الإسلامية، يعني مفهوم الشريعة الإسلامية لدى الإخوة في حزب النور أو السلفيين، ومفهومها لدى الجماعة الإسلامية، ومفهومها لدى الإخوان المسلمين، ومفهومها لدى الشيعة، ومفهومها لدى الإخوة في تركيا أو أفغانستان أو خلافه؟ هل هناك توافق نموذج معين أقدر أقول هو ده نموذج الإسلام اللي أنا أخده أطبقه؟ ولا تكملة السؤال أن ما يطرحه الإخوان يعبر عن فهم الإخوان؟ أيوة. هل ما يطرحه الإخوان هو يعبر عن الإسلام؟ هو ده الإسلام يجب أن نتبعه ولا يعبر عن فهم الإخوان للإسلام؟ هي دي النقطة بس. هي دي أهم نقطة احنا عايزين نفهمها، اللي هي بتصيب بعض الناس بالقلق أو يعني في ضبابية كده في الموضوع. هل تمثل جماعة الإخوان المسلمين فكر الإخوان المسلمين ولديها تفويض إلهي في قيادة هذا البلد، أم أنها تمثل الفكر الإسلامي عامة غير محصور في جماعة الإخوان المسلمين؟ وسؤال برضو هضيفه بقى لحضرتك، الولاء هنا بيبقى عشان احنا فتحنا الموضوع مع الدكتور صفوت حجازي. سمعت حضرتك. الولاء هنا يكون للجماعة ثم الوطن، أم يكون للوطن ثم الجماعة؟
هو الكلام ده كلام عظيم الولاءات جدا. هنا متداخله، مش ده ليه علاقه برضه بالسؤال طبعا اللي له احنا علاقه. قلناه؟ يعني في اولويات، ايه اولويات؟ ايه اولويات الاولويات؟ هو بدايه طبعا احنا بنسال ده عشان أنا لا احنا أرى يعني معجبين بالدكتور مرسي، ونتمنى ان احنا يعني نسمع منه المزيد، فعايزين نعرف ليه. هو طبعا انا لا ارى اي خلاف في بين الفصائل الإسلامية وبين الأفكار الإسلامية وبين المذاهب الإسلامية في مبادئ الدستور، ولا أرى خلاف ما بين اللي بيضعوا دستور عام في قواعد عامة مجردة تكفل الحريات وحقوق وشرف المواطنين عن المبادئ التي يجب أن يضعها من يتمسك بالمبادئ الإسلامية أو غيره. لأن الحرية في هولندا هي الحرية في أمريكا، هي الحرية في مصر، هي الحرية في جنوب أفريقيا. الحرية الإنسانية. الحرية الإنسانية. احترام أنا النهارده أستاذن حضرتك بس الدكتور سعد الدين إبراهيم كان عنده مؤتمر. اتفضل يا فندم. أنا لما بتكلم في تفاصيل تشريعات القانون هنا بندخل في الخلاف. هنا بندخل في الخلاف حول النظريات المفترضة ما بين فقهاء القانون المختلفين، ما بين فقهاء الشريعة المختلفين، ما بين المذاهب الإسلامية أو غير الإسلامية المختلفة. لكن مبادئ الدستور دي مبادئ عامة مجردة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطع فيها عنزان زي ما بيقول المثل. الدستور ولا مبادئ الشريعة؟ الدستور، مبادئ الدستور يعني في حد ممكن يختلف، ممكن يختلف. ما احنا بنتكلم في الدستور دلوقتي، احنا بنتكلم في الدستور، ما بنتكلمش في تشريع. لا، في حد بيختلف على انه لا يجوز انتهاك حرمة الاشخاص والمساكن. خلاص يعني لما النهارده النص ده حطوا نائب سلفي او حطوا نائب ليبرالي او حطوا غيره من اساتذه الجامعه، هو ليه احنا بنتصارع من يضع الدستور؟ لان وبعدين مفيش خوف على الشريعه الاسلاميه. مين الحريص على الاستحواذ؟ انا بتكلم. حضرتك ما ردتش علينا على فكره. اتفضلي. السؤال اللي السيد سعيد كامل ساله، السؤال اللي انا سالته حضرتك ما ردتش عليه. وهو يعني نموذج، انا عاوز نموذج يقول ان هو ده النموذج الاسلامي الذي يجب ان اتبعه، وهل مفهوم الاخوان للاسلام هو ده المفهوم الاسلامي والمفهوم الصحيح للشريعه، ولا ده يعبر عن فهمهم هم للشريعه، كما ان الشيعة لهم فهمهم، كما أن السلفيين لهم فهمهم، كما أن الجماعة الإسلامية لها فهمها، كما أن الإخوة في تركيا أو ماليزيا أو أفغانستان لهم فهمهم. يعني أنا فهمي مثلا للشريعة زي مثلا الإمام محمد عبد لما سافر الغرب وقال وجدت هناك إسلاما بلا مسلمين، وجئت إلى الشرق فوجدت مسلمين بلا إسلام. الراجل لما راح هناك شاف العدل وشاف كلها قيم إسلامية وكلها مبادئ إسلامية، الغرب يطبقها لأنه وجد فيها صلاح للناس وتصلح حالهم مشتغل. ربما نختلف أن هناك تفسخ أخلاقي أو خلافه، لكن هناك نهضة حقيقية أفضل مننا. هل سبب تخلفنا هو اعتنقنا للإسلام وسبب تقدمهم وبعدهم على الإسلام؟ بالعكس، ده هم عندهم بيطبقوا مبادئ الإسلام أكتر مننا. خدت بالك؟ انا واحد من الناس لما سافرت بلجيكا مثلا فتره، كلمت مع حد هناك وولفرد موراتونوس وبتكلم كده، فبتكلم عن حاجات متعلقه بالعداله واحترام الاديان والى اخره، قلت له الكلام ده كله موجود في القران عندنا. قالوا مين قال لك ان احنا ما درسناش القران ودرسنا الاسلام واخذنا منه قيم كثيره جدا طبقناها في مجتمعنا؟ جميل. وبالتالي مجموعه العلماء اللي وضعوا الميثاق العالمي، الإسلام جزء أو المسلمين جزء من هذا الميثاق. الثقافة الغربية واللي بنسموه الغرب جزء منه موجود إسلامي والإسلام ينتشر فيه. فخلاصة الموضوع، هل فهم الإخوان للإسلام ده فهمهم ولا هو ده الإسلام؟ هي دي جماعة المسلمين بشكل عام، ولا هم فئة من المسلمين يحاولون أن يجتهدوا ويقدموا نموذج؟ وبالتالي إن أحسنوا فهذا فضل من الله وهذا هو الإسلام، وإن أخفقوا فليكن فهمهم هم للإسلام هو ده الخطأ وليس الخطأ الأخ اللي اتهم في كذا واللي اتهم في كذا. هل هذا ده يعبر عن الإسلام ولا ده خطأ منه وبالتالي لا يجب أن أقول أنه أنا الإسلام؟ دكتور سعيد، أنا طبعا ما جئت لأمثل فكر الإخوان المسلمين. بس تشرحوا لنا حضرتك كنت في لكن بكل بساطة أقدر أقول إن لكل فئة أو لكل فصيل فهم، ودي طبيعة البشر في الاختلاف. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هو احنا المفروض كان معانا يبقى الدكتور حسن البرنس، كان هيشرح لنا الحاجات دي، مش عارفة ليه ما جاش. ولذلك خلقه. الدكتور حسن وصل ولا لسه يا جماعة؟ خلاص ده البرنامج ما عادش فيه. اتفضل. أيوة. ولذلك خلقهم. فمن حكمة الخلق الاختلاف، من حكمة الخلق الاختلاف. لكن المبادئ
احنا بنتكلم في وضع دستور. فانا يعني بتفق مع الذين يقولون ان الدستور لابد ان يوكل الى الخبراء والمتخصصين ولا يوكل الى فصائل سياسيه، وان المبادئ العامه المجرده من حريات وحقوق للانسان سيكفلها واضع الدستور، ثم ستعرض على الناخبين والمستفتين من الشعب. فهم الإخوان المسلمين للإسلام لا شك أنه فهم بما يرونه أنه صحيح، كما هو فهمي كما هو فهمك، وكل يعتد برأيه. احنا في قواسم مشتركة، هذه القواسم المشتركة لا يختلف عليها اثنين، هذه القواسم المشتركة لابد هي اللي بنتواضع عليها في وضع الدستور. لكن أنا بتفق مع حضرتك بأن لا يمكن أحد أن يدعي أنه يمتلك الحكمة مطلقا، لا يمكن أحد أن يدعي أنه يمتلك الفضيلة، وما عداه هو غير إسلامي، وما عداه هو ناكر أو كاره لشرع الله أو شيء من هذا القبيل. احنا بنحسن الظن بالجميع، بنحسن الظن بحزب الحرية والعدالة وبالسلفيين. ممكن نختلف معاهم في بعض المواقف، ولكن في النهاية يجب ان احنا بنطرح حسن الظن قبل. هو ليس اختلافا طبعا معهم كأشخاص، هو اختلاف على ما يطرحونه من أفكار، اختلاف مع فهمهم هم، وليس اختلاف مع أشخاصهم ولا اختلاف مع الشريعة، هو اختلاف مع فهمهم هم عشان نحصر الجزئيات. بالظبط كده. الحقيقة قبل ما نستمع للحوار ضيوفنا، عايزة أقول إن إحنا كنا في انتظار الدكتور حسن البرنس أن ينضم إلينا في البرنامج، والدكتور كان موجود فعلا، لكنه طلب أن يظهر منفردا في الجزء الأخير من البرنامج، وطبعا أنا لا أستطيع أن أطلب من ضيوفي إن هم يتركوا البرنامج، وحتى لو طلبت إحنا مش ماشيين. كلام واضح، مش ماشيين، احنا قاعدين هنا معتصمين. انا بوضح موقف، الحقيقه بوضح موقف، لان الدكتور حسن قالوا لي دلوقتي في الكنترول، بيقولوا لي الدكتور حسن البرنس مشي وقال انه ان انا عندي توجهات معينه مع مرشح بعينه وضد مرشحهم، وانا ليس لي اي توجهات مع اي مرشح. واكرر مره اخرى، كل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين مرحبا وأهلا بهم في هذا البرنامج دون شروط، لأن مش معقول الضيف يجي ويشترط إنه أمشي ضيوف التانيين عشان هو يتكلم. بس أنا يعني أنا أقفل البرنامج. لم تستضيفي الدكتور مرسي على ما أذكر. لا، الدكتور مرسي اعتذر يا فندم. حضرتك وجهتي دعوة رسمية؟ وجهت دعوة، أنا وجهت دعوة واثنين وثلاثة وعشرة، والأستاذ خيرت الشاطر والدكتور بلتاجي والدكتور عصام، كلهم يعني أنا اتصلنا، وخصوصا الدكتور مرسي منذ أيام وصلني الرد أنه لن يأتي إلى هذا البرنامج، رفضوا رفضا باتا وتاما. وكان لدينا لقاء مع المرشح الآخر الفريق شفيق قمنا به. صحيح. يعني هل في هذه الحالة لأنهم رفضوا الجلوس ورفضوا وانا رفضت الشروط، يعني ما ينفعش الاعلام يبقى مشروط يا جماعه اذا كان اول القصيده كده، يعني ازاي؟ يعني هنشتغل ازاي؟ انا اتمنى ان هم يفوزوا وكل حاجه، بس معناها ان هم هيتشرطوا علينا بقى، ما نقدرش نقول ان الاستاذ يقعد ولا سعاده رئيس الحزب يقعد ولا اقعد اكلم نفسي ولا، يعني انا مش عارفه الحقيقه حاجه. هو اصلا لا يجوز انه يقعد معاك لوحده. لا هو يعني انا بتكلم شرعا بقى، لابد ان يكون هناك محرم. احنا على الهوا. طب وانا قلت حاجه، انا قلت حاجه ثانيه ما ينفعش يعني نمشي ويقعد لوحده ليه يعني؟ طيب الجمعيه التاسيسيه، لا انا حزينه، انا بحترم جدا الدكتور حسن البرنس، وبحترم جدا انه ياخد كل المساحه، وجاء هنا في حلقه سابقه وكان معاه يعني ضيوف كرماء، هو قام باختيارهم ورشحهم ليه، وقلت له اهلا وسهلا بضيوفك. فيعني انما انه يعني يوجه لي انتقاد انه
انا عندي توجه معين، ليس من حق اي حد انه انا توجهي غير واضح، انا توجهي مصر، انا توجهي المشاهد، انا توجهي الحقيقه وبس. طيب اتفضل. جمعيه تاثير الدستور، اتفضل. انا شايف انه النتيجه دي او البرشامه دي اذا كان صح التعبير او طريقه اختيار اعضاء جمعيه تاثير الدستور ده امر الى حد ما طبيعي في ظل طبيعه تشكيل جمعيه تاثير الدستور وطريقه تشكيل الجمعيه تاثير الدستور. يعني لما نتكلم عن 1300 مرشح، امبارح اقر القانون واتفتح باب الترشيح اول امبارح واتقفل في نفس اليوم، وقدامي 1300 اسماء، يعني انبا بولا او اسماء ثنائيه او اسماء ثلاثيه او بدون سي في او احاديه او وبدون سي في وبدون هويه وبدون اي معلومات يقدر النائب يختار على اساسها، بالاضافه الى طبيعه النواب اللي موجودين اصلا في البرلمان ربما في جزء منهم ليس لديه القدره انه يقدر يميز ايهما افضل وايهما، بالاضافه الى ان معظمهم بيخضع لمبدا الطاعه او الانتماء الحزبي في المفهوم السياسي. فطبيعه العدد وطبيعه التشكيل وطبيعه طريقه اختيار الاعضاء تحتم ان هو يعمل كده، لان لو ما عملش كده هيختار الاسماء دي ازاي؟ هيقعد النائب بقى طول النهار يدور بقى في الاسماء اللي موجوده اللي هو اصلا ما يعرفهاش. فهي مساله تستيف اوراق. احنا فتره طويله قعدنا نسال على بعض الاسماء، نسال بعضنا على اظن مرشحه اسمها شهيره ومين، يعني قعدنا نسال بعضنا مين فطلع ما حدش عارف. يمكن دايما بقولها للفريق سمعنان لما بنتقابل في الاجتماعات، بقول له انت حضرتك عاوز تنهي عاوز يعني تخلص المرحله الانتقاليه وخلاص، يعني عملت تعديلات دستوريه وخلاص، اعلان دستوري وخلاص، عايزين نعمل انتخابات برلمانيه بسرعه وخلاص، عايزين نعمل انتخابات رئاسيه وخلاص، عاوزين نعمل دستور وخلاص. اللي انا شايفه دلوقتي انه ده ليس دستورا يعبر عن مصر بعد 25 يناير، ليس دستورا يعبر عن امال وطموحات الشباب اللي قام بثوره اعظم ثوره في التاريخ، ولكنه ربما يعبر عن تيارات سياسيه بعينها. فهو ده دستور وخلاص يعني. وده كان واضح في الحقيقه يوم الخميس اللي فات في اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحه، انه قبل ما نبدا الاجتماع اتحط ميعاد لتشكيل الجمعيه. يعني المشير طنطاوي قال الجمعيه سيتم تشكيلها يوم الاثنين القادم قولا واحدا، على ان تجتمع الثلاثاء وتتشكل. ده مواعيد نهائيه. طبعا اتاجلت للثلاث نظرا لظروف مجلس الشعب والاجتماعات. والمشير طنطاوي قال والفريق سمعنان قال انه لازم الجماعه تتشكل قبل يوم الخميس باي شكل من الاشكال. انا في الحقيقه ما كنتش فاهم الاصرار على ان يتم تشكيل الجمعيه في هذا التوقيت، لكن يبدو يمكن دي وضحها لي اللواء ممدوح شاهين، انه قال ان يوم الخميس احتمال تطلع احكام بحل جزء من البرلمان او حل البرلمان او من هذا القبيل، فيريد انه يطلع بجمعيه اساسيه للدستور. زورق نجاه. لا نعم، زورق نجاه. بالظبط كده. فهو عاوز يشكل جمعيه اساسيه. يعني هو امام احتمال يوم الخميس بحل جزء من البرلمان. ايوه نشوف بقى الاحتمالات السيناريو القادم. وامام استحقاق انه عايز يسلم السلطه، وتسليم السلطه يعني برلمان ورئيس ودستور، وبالتالي هو عاوز يعني يكمل مؤسسات الدوله وخلاص. برضه خلينا اركز على كلمه انه عاوز يكملها وخلاص يستفها علشان يسلم البلد لاصحابها. يمكن لما طلب منه احد الزملاء اللي موجودين انه حضرتك احنا حاسين انك عايز ترمي البلد في عب الرئيس اللي يجي وتسيبها له تمشي، قال فعلا بعدها بساعات هيستلم. طلب منه احد رؤساء الاحزاب انه يستمر المجلس العسكري لمده 60 يوم موجود في السلطه حتى يرتب الرئيس الجديد اوراقه. يعني يديله فرصه ان هو يجتمع بالقوى السياسيه والاحزاب، يديله فرصه انه يختار رئيس وزراء، انه يشكل حكومه فيها 30 وزير، انه يحاول يربط الصدع اللي موجود بين التيارات الثوريه والقوى السياسيه. يعني يقدر الرئيس ده يتحرك بحريه الاول قبل ما نحاسبه، لانه اول يوم ما يمسك ممكن تلاقي المظاهرات عند بيته ربما لمرتبات او لاعتراض على شيء ما، خصوصا ان كلا المرشحين يعني في قوى كتير لديها اعتراضات عليهم، وبالتالي
طلب منه، رفض تماما انه حتى يستمر في حفظ الامن حتى تسليم السلطه. لذلك يعني حتى حد قال له هناك فرق بين حمل الامانه وحمايه الامانه. تحملها وترميها في حجر واحد ولا تحميها حتى توصلها الى اصحابها. انت تسلمتها، يجب ان تحميها حتى تسلمها لمن ياتي بعدك. لكن تعمل برلمان مشكوك في شرعيته، وتعمل رئيس مطعون في شرعيته، وتعمل دستور بهذا الشكل يعني فيه شبهات كتير جدا عليه، وتسلم البلد مهلهله وهناك يعني دلوقتي لو تم حل البرلمان وضع الجمعيه التاسيسيه ايه؟ ماشيه في سكتها؟ لا، هي الجمعيه ماشيه لانه هي شخصيه مستقله. يعني الجمعيه بالشكل ده يعني هتعكس يعني بالزبط. متصورين بالاسماء دي هتعكس جميع الاطياف في الشعب المصري بالظبط، لانه لو طلع حل لا شك انها مش هتعكس. نعم، لا شك انها ما تعكسش كل الأطياف. لا تعكس. احنا فاضلناش غير دقايق في البرنامج، فهترك حضرتك دقيقتين وساعات النايب دقيقتين. ماشي، اتفضل. هو طبعا قبل من ده عشان حسن يجي. لا 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 ده منفصل، ده ميعاد البرنامج. المعد يكلمني، ده ميعاد البرنامج. ايوه ده ميعاد البرنامج. خلاص. وفعلا انا هسال المشاهدين، قولوا لي كنت اعمل ايه في الموقف ده؟ يعني امشي الضيوف عشان الدكتور حسن يطلع لوحده؟ اتفضل. هو طبعا ردوا على الاسئله بخصوص اذا اتحل البرلمان او ما اتحلش البرلمان. ففي يعني القضاء الاداري ريحنا في هذا الامر، وقال ان في ما يسمى بنظريه الموظف العام او نظريه الموظف المفترضه، وهو اذا كان في حكم كاشف وهو حكم المحكمه الدستوريه عن واقع بطلان، الى انه لا يمكن ان يسحب البطلان منذ انشائه، لان في قرارات عمليه قد اتخذت لابد ان تحترم. نظريه الموظف الفعلي. وطبعا احنا كخلفيه ما بني على باطل فهو باطل. فبدايه الفهم لآلية إنشاء الجمعية التأسيسية للدستور هو الذي أدى إلى نظريه القوائم الحزبيه، القوائم اللي زي انتخابات النقابات المهنيه، زي كأننا في انتخابات عماليه او شيء من هذا القبيل، انتخابات نادي، كل واحد له قايمه، فالاغلبيه لها قايمه، فصوتت لصالح القائمه. الفهم اساسا خاطئ. الفهم لم يستوعب ان هذه اللحظه الفارقه من عمر الأمة لابد أن نستدعي فيها علماءها ونستدعي فيها القيم القانونية والقيم الحضارية، لأن دي مش ملك لأحد، دي ملك للأمة كلها. لا يمكن أبدا أتخيل أن يكون في يعني لجنة تأسيسية للدستور دون أن تخلو من اسم الدكتور محمد كمال عبد العزيز. يعني ده قيمة وهامة لا يمكن إنكارها، لا يمكن. ما فيش دكتور إبراهيم درويش اللي بيكتب الدستور التركي. الدكتور إبراهيم درويش، يعني أنا متصور أن هؤلاء العلماء يسعى إليهم. التأسيسية السابقة يسعى إليهم يا دكتورة، يسعى إليهم، لكن ما نستناش لما يقدموا طلبات. الأتراك جابوه، ما نستناش لما يقدموا دول طلبات ونبحثهم ونصوت عليهم ولا ما نصوتش. دول قيم إنسانية لابد أن يعني يسعى إليها، علشان برضو الأمور ما تتخذش بفهم خاطئ. لا يمكن أبدا أن احنا نقول إن فيه دولة دينية ودولة مدنية، ولكن ده واقع فيه. لا، ليس في الإسلام دولة مدنية، دولة دينية. هو ليس في الإسلام وليس في المسيحية وليس في اليهودية ما يسمى دولة. توصف اللي بيحصل ده إيه دلوقتي؟ لا، أنا متصور أنه تمسك بالإطار الذي تضعه الدولة الدينية، بأن من يخرج عليها فقد خرج على شيء مقدس. يبقى دولة استبدادية بأدواتها. هو فرعون لما أراد أن ينشئ دولة دينية فقال إن هذان لساحران يريدان أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. المفسرين قالوا إن طريقتكم المثلى المعني بها هو النظام القائم في البلد. ففي إطار مقدس أي حد بيحاول إن هو بيتخطى هذا الإطار، فهو بيستدعي فكرة الدولة الدينية. فهي التي استدعتها في العصور الوسطى الكنيسة بأن ما تحله في الأرض محلول في السماء، هو الذي يستدعيه كل مستبد وكل طاغية أنه ظل الله في الأرض، أو أنه يعني ما يقوله فهو محلول وما ينهى عنه فهو مربوط. ولكن الحقيقة أن
الحريات العامة مكفولة في الإسلام وفي المسيحية وفي اليهودية، ولا مسمى لدولة دينية، وإن كنا نستدعيها لنمارس شكل من أشكال الاستبداد الذي تبشره الدولة الدينية. تفضل يا فندم. حضرتك فيما يتعلق بحل مجلس الشعب المنتظر يوم الخميس القادم، لا أظن أن ده قرار ممكن يصدر. فإذا ما صدر نصبح أمام مأزق خطير جدا ما يتعلق بانتخابات الرئاسة، عما إذا كانت تتم بقى قانونا ولا لا. أيوه. لأنه مرسي مرشح موضوع بتوقيعات نواب ولم يتكون المركز القانوني ما زال. يبقى دي مسألة في انتخابات الرئاسة. 2 الرئيس اللي هيعلن انتخابه أمام من يقسم يمين الولاء أو اليمين الجمهوري أمام مجلس الشعب والشورى، فإذا ما جرى الحل أو وصم بأنه باطل يبقى ورد اليمين على غير محل. 2 فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية، أريد أن أقرر وبشكل واضح أن اختزال إرادة الأمة في جماعة أو حزب خطيئة. اختزال إرادة الأمة في حزب أو جماعة خطيئة، ده خطف لإرادة الأمة وصبها في جماعة. 3 عندما تتقدم مصر مجتمعة إلى أن تطرق أبواب المستقبل وتستدعي ما لديها من قوة وعلماء، لا يجوز الاحتجاج أمامها بأن هناك جماعة سيقراطية أو مدنية أو دينية أو حزبية تتحدث وحدها وتحتكر إرادة مصر وهي تتقدم خطواتها الأولى. عندما يستبعد علماء مصر الذين طرقوا أبواب السماء بعلمهم وبفهمهم وبتقدمهم ثم يستبدلوا بمن هو أدنى، أقول أن نتقدم إلى المستقبل بخطى مرتعشة تلتف بنا القهقرية إلى الوراء مرة أخرى. عند هذه الحدود الجمعية التأسيسية التي أعلنت والتي قدمت أوراقها هي اختبار محك، هي مصداقية الأداء السياسي لجماعات الإخوان المسلمين وجماعة حزب النور على المحك. لا أتحدث عن هفوات أشخاص، ولا أتحدث عن مشروعات قد تقدم أو لا تقدم، ولو كنت أتمنى أن يطول البرنامج لأحدث حضرتك عن مسائل عندما نختلف أنا والآخر، أنا وحضرتك، حول قانون الحد الأدنى والحد الأقصى، وأقول 15 أو 30 أو 5، فتقول 5 وأقول 15. من هنا الإسلام؟ أنا ولا أنت؟ ولا احنا الاثنين في إطار منظومة كاملة تبتغي العدل؟ عندما تتبصر أو أتبصر بعباءة لأعصم رأيي وأحول بينك وبين انتقادي، يبقى ده أظن أنت بتستدعي فكرة الدولة الدينية عندئذ لإيجاد إطار مقدس لا يمكن تخطيه. تمام. عند هذا الحديث أقول إن مصر في خطر حقيقي، مستقبل مصر في خطر حقيقي. إما أن نستمر وإما أن نقول وقفة مع الصديق. وأظن أننا الآن محتاجين أننا نتوحد أننا وقفة مع الصديق. لا يليق أن نتقدم في بناء المؤسسات الدستورية التي بدأناها بعشوائية، أن نتقدم بهذا الشكل المعوج الذي لا ينبئ عن رشد ووعي بمستحقات المستقبل، بمستحقات الانتقال إلى الدولة المصرية، إلى الجمهورية الثالثة. أقول لم ينضب علماء مصر في أن يقدموا علماء. لا يمكن للإرادة السياسية أن تستبعد علماء، لا يمكن للإرادة الحزبية أن تقوم على المغالبة فتستبعد العقول لصالح الأحزاب. لا يمكن أن تختطف مصر ونحن صامتون. لا يمكن أن تختطف مصر وترتهن لصالح جماعة. لا يمكن أن نجلس على مائدة فتقتسم مصر بسكين السياسة وتقسم مصر بسكين السياسة. تلك خطيئة سوف يحاسبنا عنها التاريخ. يا فندم حضرتك انتوا بتتكلموا اللي بيحصل ان في لجنة تأسيسية ماشية في طريقها وتم تشكيلها وورقة دوارة ومرتبين كل حاجة، وانت بتقول الكلام ده جميل جدا. من أسقط الطغاة يسقط ما بعدهم. ما بعدهم. الثورة مستمرة.
تمام. 3 نقاط بسرعه. النقطه الاولى، انا يمكن مختلف تماما مع اداء البرلمان، وقلت اكتر من مره وهاجمت البرلمان وانه ما قامش بدوره وانه ما عبرش عن الثوره وانه من اول يوم ما كانش له اجنده واضحه لاستكمال اهداف الثوره او تبني اهداف الثوره. لكن حل البرلمان في هذا التوقيت يضعنا في مأزق حقيقي، وربما يعني يستدرك ان يستمر المجلس الاعلى للقوات المسلحه، لانه سيتعود اليه مره اخرى السلطات التشريعيه وموازنه الدوله، وده هتخليه يستمر في السلطه حتى يوضع دستور جديد وينتخب برلمان جديد. وده في الحقيقه قد يعني يؤدي الى مفاوضه اخرى ويؤدي الى هجوم اخر على المجلس على القوات المسلحه. لذلك حل البرلمان الان ربما يؤدي الى مشكله كبيره. النقطه الثانيه، بالنسبه لكل الخبراء اللي حضرتك اتكلمت عنهم والاسماء الكبيره والقامات الكبيره اللي اتكلمنا عنها، لما تيجي تكلمي حد في حزب الحريه والعداله وتقول ليه ما خدتش الناس دي، يقول لك في عندنا لجان معاونه، ودايما بيركزوا قوي على اللجان المعاونه. يعني نجيب الدكتور ابراهيم درويش يبقى في لجنه معاونه يقول رايه ويروح، وبعدين نشوف بقى القيمه الكبيره والاخوه والزملاء الكبار اللي موجودين في المية هم دول يقرروا اذا كان اللي الدكتور ابراهيم درويش قاله صحيح ولا خطا، يمشي ولا ما يمشيش، والتصويت يخضع للاكثريه او الاغلبيه اللي موجوده في البرلمان اللي مضمونه حتى الان بنسبه يعني بما لا يدع مجال من الشك من النظره الاولى للاسماء اللي موجوده. النقطه الاخيره في الحقيقه اللي عاوز اقولها لان هي خدت جزء كبير من حلقه النهارده هو موضوع مصر والشريعه. مصر دوله اسلاميه قبل ان يجيء الاخوان، ومصر دوله محمد عبده ومحمد رشيد رضا وكل نحن مصر دوله اسلاميه ودوله محافظه ودوله يعني لها تاريخ. والحديث عن فتح مصر من جديد وعمرو بن العاص جديد لفتح مصر، هذا الكلام اهانه في الحقيقه للشعب المصري واهانه الإسلام. وإذا كان هناك قصور فهو قصور في الدعوة، لأنه الدعوة تحولت إلى وظيفة وإلى مهنة، وبالتالي سقطت الدعوة وسقطت قيمة الدعاء. يجب أن تعود الدعوة إلى رشدها وليس التدخل في شؤون إدارة الدولة. يجب أن تدار الدولة على أساس الكفاءة فقط، وأن يتبوأ المناصب القيادية فيها. إذا أردنا أن نقيم دولة ديمقراطية محترمة وأن نحقق تنمية حقيقية يجب أن تقوم الدولة على أساس واحد فقط وهو أساس الكفاءة. وزي ما بيقول دايما الدكتور مصطفى محمود عليه رحمة الله، لو نزل مسلم وكافر الماء لن ينجو إلا من تعلم العوم. فالكافر الذي يجيد العوم سينجو، والمسلم الذي لا يجيد العوم سيغرق. وبالتالي الأصل هو الكفاءة وانتخاب الأصلح. زي ما كان أنا سألت مرة أحد شيوخ السلفية قلت له يعني إذا كان قدامي مسلم وغير مسلم مثلا من أختار؟ قال اختار الأفضل ولو كان على غير الإسلام. نحن هنا نختار ليكون شيخ أزهر أو يكون إمام ولا عشان يكون مشرع ويكون. وبالتالي الخطأ اللي وقع فيه الإخوان إن هم اعتمدوا على الولاء وليس على الكفاءة. كان بإمكانهم إن هم ياخدوا جزء من الثورة والكلام ده. هو في كان سؤالي الولاء وبالتالي بالظبط فهم قدموا الولاء بالظبط قدموا الولاء عشان كده جالنا نائب بقى التجميل ونائب كذا. فدي كلها امور لان احنا لم نختار. هي طبعا هي كانت في فرصه فان كان ضروري يبقى في عمرو فيبقى عمرو حمزاوي. الله اعلم بقى. يعني مصر يعني انا هنا بستدعي كلمه قالها الاستاذ مختار نوح في هذا البرنامج. قال انه يجب ان تعقد محاكمه شعبيه لمن وضعوا الاعلان الدستوري الذي تضمن الماده 28 تعديلات دستوريه. ولكن بنفاجئ بان الذين وضعوا هذه الماده في اللجنه التاسيسيه ويستبعد منها القامات والهامات، ومنهم الدكتور ابراهيم درويش، الاستاذ مختار نوح، غيرهم ممن يسعى اليهم ولا يسعون بتقديم. الحقيقه كنا بنتكلم على النواب بس عشان نبتسم كده في الليله دي. انا اسفه يعني مش قصدي. لا بلاش تجيب يعني دوري على حاجه ثانيه. شوفي افحص اللي هتجيب صورته شعب ولا شورى. مش عارفه شعب ولا شورى. احنا اكتفينا في الشعب. ده شعب ولا شورى؟ احنا عندنا حالتين شعب. شعب ولا شورى؟ في خبر بيقول لك نائب ده في الوفد، ده عنوان الوفد مش عنواني. نائب يتابع الفاتنات في اجتماع التأسيسية. بعيدا عن الصراعات والانقسامات التي تهدد بإفشال الجمعية التأسيسية للدستور مرة ثانية، خرج أحد النواب من الجو الخانق للمناقشات وتفرغ لتصفح مواقع الإنترنت على جهاز الآيباد. يبدو أن النائب البرلماني توقف طويلا أمام صور فاتنات اليورو 2012، نسى هموم التأسيسية أمام مشجعة ألمانية متأخرة
متألقة في كأس الأمم الأوروبية المقامة حاليا في بولندا وأوكرانيا. دول عرفوا يخشوا، هو جايب أني صورة يعني وكأنه يقول هي دي التأسيسية ولا بلاش صورة يعني. إذا كانت حلوة يتوفر سبب من أسباب الإباحة. يا إباحة إذا كانت حلوة وحشة يبقى ظرف مشدد. الحقيقة عايزة أقول أيضا إن في خبر عن جمال، ده في الأهرام، بوابة الأهرام، النيابة بتوجه لجمال مبارك استغلال النفوذ للسيطرة على الجهاز المصرفي وتحقيق ثروات طائلة. كشفت ملاحظات النيابة في التحقيقات التي بشرتها في قضية اتهام علاء وجمال مبارك وسبع آخرين في قضية اتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري بإجمالي 2,051,648 جنيه. إن جمال قد استغل نفوذه للسيطرة على الجهاز المصرفي وتحقيق ثروات مالية طائلة دون وجه حق. القضية معروضة في النيابة وأظن في يوليا هتعقد في يوليا، ما نقدرش نعلق عليها لغاية لما نشوف هيحصل فيها إيه، ولو إن الموضوع مثير جدا. دول 2 مليار. وفي النهاية أنا عايزة أقول إن النهاردة بعض النواب في الاجتماع اللجنة التأسيسية عزف السلام الجمهوري، ورفض بعض النواب ان هم يقفوا للسلام الجمهوري. وقبل كده في الدقيقة أحداث برضه رفضوا على البابا في الدقيقة أحداث. بس احنا هنغير السلام الجمهوري نعمله طلع البدر علينا. عايزة أقول إن أنا سمعت بودني نائب من النواب، من نائب سلفي الحقيقة، بيقول أنا حر. بيسألوا المذيع أنت ليه ما وقفتش؟ قال له عشان كان في موسيقى وانا ما لابد ان يكون بالدف. ما فيش موسيقى في حياتنا. انا الحقيقه واستمر يساله، فقال له احنا جايين عشان نطبق الشريعه الاسلاميه بالتدريج. فقال له نطبق، قال له لو ما طبقناش الحرابه كما اقترح احد النواب على البلطجيه هيفضلوا البلطجيه موجودين. ده احنا عايزين ناخر الحدود شويه، لان الحدود لو جت تطبق الوقت هيصاب بعض الاعضاء. يعني خلينا كده بالتدريج. الأستاذة مديحة عزب في الأخبار لها مقال النهاردة بعنوان نقطة نظام، والحقيقة بتقول سطر واحد عايزة أختم بيه البرنامج. بتقول الغريب البعض يروج لأنفسهم عند الجهلة وأنصاف المثقفين بأنهم سوف يطبقون الشريعة الإسلامية. أمال إحنا كنا طبق الشريعة على الشعب مش علينا احنا. امال احنا كنا بنطبق ايه طول عشرات السنين؟ الشريعه البوذيه. المهم افتكروا مقاله حلوه للاستاذه مديحه عزب، افتكروا واحنا رايحين صناديق الانتخاب ان الشعوب تستحق حكامها.